السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازدا طيح في يد الدولة، ما طيحش في يد ابن الدولة. تابعوا معي هذه المقدمة ونفضح لكم المستور. شبكة أمير ديزاد يبغى يعاقبكم على وجدته في الزواليات، وخيس اللي ضربوا منه القليلات واللي حشيتوها لهم، وبنات الزوالة اللي جبتوهم وقعدتوا تخدموا بهم واللي خدمتوهم جواري عندكم وغيرها، غادي تشربوا من نفس الكاس، غادي كيما درتوا لهم يندار لكم. اوكي. ايوه المازدا كي قال هذه الكلمة صح، بردع أمة محمد. ايه وخصوصا هذيك الشبيبة الصغيرة مساكين اللي مش فاهمة ما تعرفوش علاش مبني هذا. ايا صح، نجيبوا واحد البقري كانوا يتبعوا في المازدا، درك على بالي راه نصهم تابوا. نحكي على البقري اللي مازالوا ما تابوش. في هذا الفيديو راح نتوبكم، تابع معايا. امير ديزاد داير حاله، فاش داير الحاله؟ انت راك مسموكم برتوش ثاني. المهم هذا الفيديو راح نكشف لكم فيه عصابه امير ديزاد بالادله وصوت الصوره وكل شيء واجد، راكم فاهمين؟ حتى نجيب لكم مدامات من المغرب اللي يخدموا مع المازدا ويصوروا الصوره انهم جزائريات هما اللي راهم في الامارات. اوكي، هذا الفيديو راني رايح ندافع على خواتاتنا كاع الجزائريات، صح؟ اللي يجي ضدي ويقول تحيا امير ديزاد، المازدا راه قاصد اختك ماهوش قاصد الشريفه هذيك، راك فاهم؟ اذا كي تقول تحيا امير ديزاد انا على بالي بلي اختك راهي في وسط الشبكه اللي كان يحكي عليها وشكون؟ امير ديزاد، يعني خواتات الجزائريين الشريفات. لا احنا خاطينا الشبكه. تواصلوا معي الكثير بنات ورجال غايظهم الحال من هذه الحكايه، عندهم الحق لانهم ابناء الشرف ماشي ابناء الرخص يا المرخص يا اتباع المازدا. عفوا، اروحوا نسمعوا المازدا كيفاش كان يهضر مع هذه البنت، واروحوا نديكم للشبكه اللي تخدم معاه ونزيد نكشف لكم شكون. واحده كانت تخدم معاه وين؟ عصابه وين؟ في الامارات، اللي كانت تجيب له وين المعلومات في الفيديو هذا الاول. سمعوا لي الصوت نتاعها درك نجيبها لكم في الاخير هذه. تابع معايا الفيديو وكامل لايك، ما يطيرش هذا الفيديو لانه المازدا درك يجيب صحابه ويجوا صحابه المخازنيه. هيا تابع معايا. اختنا حكيت فيه باش كنفهمهم ابحثوا الحكايه اللي راك تحكي فيها اللي بغيت منها، باسكو كانت تحتار لي انا وسلكت منها سبتها دارنا من دوله وساعدني صاحبتي وهربت. هربت لهم وسبتها هذوما لي زانفيونسوز. نقول الاسم ولا بدل هذا كلش. قولي باش يتم المواصله للابتزاز المازدا باش يبتز كاش مع انا ما شوف مانيش ندافع على نوميديا والهيشر هذو، خاطيني وخاطيكم غير ما تلصقوش فيا لاني انا لا انتمي الى تيار 106. انا تيار 106 ما تلقونيش ندور فيه، تيار اللي تلقاو فيه الرجال تلقوني فيه. ما تستغلوش الموقف تاعي هذا، قاع توقفوا كيما راكم. تحيه الشريفات والجزائريين اللي راهم داعميني، اما الباقي قاع خس. ثبتها منيا ومنى والاخرين. اوكي الاخرين بعد الحكايه يعني انا اللي دخلت فيها، انا اللي كل واحده ولا واحد وعنده قصتها بلا ما نسيتو كاع اللي خصو رانا جاي راني راسم الطريق اللي رانا فيها، راني جاي حبه جاي وحده بوحده وكل وحده باش ما نجيبوش كلش في صاك واحد ووحده تغطي على الاخرى. لا المازدا باش نفهمك برك، انت جاي وحده لانه المواضيع ما عندكش، المخزن هو اللي يعطاك الامر باش تشوه صوره الجزائريه. دروك مازال الفيديو خوتي مازال. علاش يشوه صوره الجزائريه؟ رانا حكيناها عندنا وقت بعد ما قرروا الخليجيين طرد المروكيات من السعوديه من الدول الخليج، هما كيفاه يديروا باش يخرجوا من هذه الورطه؟ قال لك لازم نورطوا بنات الجزائر في اللعبه. وشكون اللي باش يجيبوه؟ لازم يجيبوا المازدا شوف اي لعبه تلعبها تلقاني في وجهك، هذه تاكد. يعني الذر هذه اللي راك خالعها كاع ما ينفعوكش معايا. والدليل الفيديو اللي كذبتوا عليا، قلت لهم ها هو راه ابن الدوله الجزائريه وكشفتك امام الجميع باللي انت كاذب، مصادرك الخاصه مجرد قواطه كيما انت. فهمتني؟ تابع معايا. دابا انت قلتي انه هي استغلات واحد الكونت وطلعت به عند امير ديزاد. جيب لك الشيفه اختي سميره، الله يجيب لك الشيفه. صح، هنا للتذكير اللي راكم تشوفوا فيها الصوره اليمنى هذه يسموها جوهره. هذه جوهره حاطه روحها من الجزائر وهي ماهيش جزائريه. هذه اللي كانت تطلع مع امير ديزاد. مازال نجيب لك الصوت اللي كتهضر معاك الاولى ماهيش جوهره، لا دوك تشوفها معايا في التالي. هذه اللي كانت تقول امير ديزاد وانا جزائريه وتحكي على العصابات على الامارات. اوكي،
تبع معايا درك تشوف واش قالوا عليك، اسكو شركاء معاك، وهذه جوهره اسكو جزائريه ولا مروكيه؟ انت كنت تقول جزائريه وهي كتقول انا جزائريه باش تشوه صوره الجزائريات. ها روحوا ما نتعرى عليكم جميعا، فضلوا معايا خوتي وما تنساوش لايك وما تخلوهمش يطيروا هذا الفيديو. هذا الفيديو راني تعبت عليه بزاف بزاف. انا السؤال اللي كتطرح ليا في دماغي دابا هو شوف اخويا ابو بكر، شوف انا كنعرف المنصه ديالك وديجا طلعت معك شي 3 المرات بواحد الكونت اخر ديالي، وكنعرف انك كتطلع مع البنات اللي كيفشحوا منصات على الجزائريين هاد الكراهله. انت طول الزب يا ابن الكلب، انت انت وش اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون؟ يا بابا لازم اتمرن يا بابا. اتمرن على ايه يا اخويا؟ الامتحان بكره. انا هوريك بقى الامتحان اهو، خش. زيد عاود اسمع معايا المازدا، زيد المازدا اسمع معايا. انك كتطلع مع البنات اللي كيفشحوا منصات على الجزائريين هاد الكراهله. دابا انا السؤال اللي عندي لك اخويا ابو بكر واسمح لي، هو شنو فاش غادي يقدر يضرنا حنا كمغاربه الا هي طلعت مع امير دي زاد وقالت انها كرغوليه وتم اختي؟ سمعت المازدا؟ سمعت هي الفايح هي الخانز؟ راني موجد لك الصوره تاع اختك ويماك ولا فامي. انا ما نرحمكش هنا، ماكش تشوف، ماكش تتعامل مع شنقريحه، ماكش تتعامل مع مهنا، ماكش تتعامل مع تبون، وماكش تتعامل مع حتى هذوك الناس. كيف راح يردوا عليك؟ ما مش راح يردوا عليك، هذوك الناس راهم في الدوله يخدموا على رواحهم، ما مش لاهي لك كاع. مي انايا راح ندمر لك المشروع نتاعك، المشروع اللي راك بانيه انت والمخازنيه ل 2024. ما صديقي رايح ندمر لك هذيك اللعبه. المهم سمعت واش قالت هذه؟ قالت يطلعوا معاك وشكون؟ مروكيات وحاطين رواحهم كرغوليات، يعني هذوك البنات اللي طلعتهم كامل مروكيات يتقنون اللهجه الجزائريه، او بالاخص مخزنيات. اللي ما فهمش المخزنيات هما عملاء او افراد المخابرات المروكيه. تابع معي. دي زاد وقالت انها كرغوليه وتم اختي يا واقيلا راك ما فهمتينيش، راه حياتها هذيك راهي لا يهمني، انا راني كنقول لك الفيديو بلاتي نجاوب حيت انا قلت الفيديو اختي، حيت هي كتمثل الشرف والبراءه، وان ابو بكر حيت فقط قال لها مالكي كتنفخي على المغاربه، وهي اعتبرتها كانه طعن لها في اعراضها وشرفها. انا بغيت نقول لها راه كنتي واحد النهار بنتي في لايف مع كمال ورضوان دي زاد وقالت انها كرغوليه وتم اختي كتقلبي على زوج مغربي لانه فحل، ولان الجزائري جنس هذا عنده مشكله في الجنس. وواحد النهار كنتي عند امير دايره فيها كرغوليه كتشكي من الدعاره في دبي. عاودي ارجعي، عاودي ارجعي. واش قلتي هنا؟ واش قلتي؟ اسمع المازدا، اسمع المازدا 106. اسمع مشكله في الجنس. وواحد النهار كنتي عند امير دايره فيها كرغوليه كنتي عند امير ودايره فيها كرغوليه. راهي تهضر على جوهره دايره فيها كرغوليه، وهي مروكيه من وجده. فهمتني؟ كاع باش تشوهوا صوره الجزائريات. ما تخافش، كاينين جزائريين يردوا لكم صاعين. المازدا انا والله ما نطيق لك، صدقني بالله غندمر لك مشروعك، صدقني بالله. ها تشكي من الدعاره في دبي. حقنا. لا ولكن ما كينتقد، ولكن اختي مخزنيه. اذا دابا ديك البنات على هاد القبال، ديك البنات اللي طلعوا مع امير دي زيد كيقولوا بانهم كيديروا الدعاره في دبي، هذوك ماشي جزائريات. ايوا انا قلت شي حاجه؟ ما قلت والو. هما يعترفوا. هم العملاء نتاعك اللي كانوا هم اسيادك اللي كانوا يمدوا لك في الاوامر، يا عميل يا مرتزق يا نذل. اسمعوا اللي راكم كنتوا تقولوا تحيه المازدا. واسمع اسمع زاد وقالت انها كرغوليه وتم اختي. راه هما نفس العصابه اللي طلعت مع رضوان وطلعت مع كمال ملي كانوا كيهضروا على الزواج. لا ولكن اختي الا هي طلعت مع امير دي زاد، شوفي الاراء تختلف، ويعني ما كيفسدوش القضيه ود. فهمتيني؟ دابا المشكل اللي انا بغيت نفهم اختي مخزانيه هو انه هي او غيرها الى طلعوا
مع امير دي زاد، وقالوا انهم مثلا واحد الوقت كانوا حتى هما في يعني بعتاتهم واحد العصابه اللي كتمول لا ما الدعاره. قلتش بعتاتهم، قلت اسيدي بلاتي الله يرحم لكم الوالد، راكم خلطوا لي راه طلع لي الزيت الراس. شوفي الله يرحم لكم الوالدين، حرطت في اللايف ديالها ما يهمنيش. مادام مخزنيه الله يرحم. الدعيمه ديالك انت وياسر، وملي شميت فيكم ريحه الشغل انسحب. ما عمرك برافو ليك. واخا اختي والله اختي المخزنيه كتفتح لايفات وكتثبتي المراه المغربيه شحال من مره. والله اختي المخزنيه الا نحييك على هذا الشيء هذا. واش كدير فيها وصيه على واخا اسمعوا علاش يحييها، اسمعوا علاش يحييها. ماشي موضوع. دابا انا مخزنيه انا كتعجبني بحال هكا مثلا. غير سمعي، فاش سمعتيني شميتي فيا ريحه الخضر وسميتي فيا ريحه الخيانه مشيتي بحالك. سبحان الله، شفت كيف فتحوا رواحهم. قال لها يهضر على مخزنيه هذه اللي تمد الاوامر المازدا متواطئه معاه. هذا الموسخ اللي كان يهضر معاه قال لها شفتيني غدار وما فياش الامان، هيا وجبتي روحك عليا. اسمع اش قال، اسمع باش تعرف روحك يا خويا مع رانا نتقاتلوا له حنا. اسمع سمعي، فاش سمعتيني شميتي فيا ريحه الخضر وسميتي فيا ريحه الخيانه مشيتي بحالك. انا من الناس اللي ريحه الغدر وريحه الخيانه، يعترفون انهم غدارين وخاينين. زي تبع معايا المازدا، زيد دوك نديك الشبكه تاعك دوك نفضحها. سحب صافي عادي. كنت تدعميني. حنا اللي كنكتبوا لتحت كنعرفوكم اكثر من اللي كيطلعوا معاك، اكثر من الناس اللي كيطلعوا معاكم في اللايف. ايوا مزيان. المهم اختي ملي فيا ريحه الغدر هذا مزيانه مني مشيتي بحالك وما حرضتيش عليا. هادشي اللي غنقول لك. راك تحكي بالحكايه دي وراني حاسفها وراه جاتني بين كتافي من الشهوانيه تاعك. كاينه حاجه انا عمري ما ضربت في المغاربه. مخزنيه الله يرحم. ولكن اختي مخزنيه خويا كمال، ولكن اختي مخزنيه دابا كنبقاو مغاربه. انت راكي درتي باللي ديك البنات اللي طلعوا كيمتهنوا الدعاره في الامارات كانوا عند امير ديزيد، راكي قلتي على انهم مغربيات. راكي غير دابا شتي دابا الدغل في كاين. انا براسي مع سمعتوا واش قال لها؟ اعترفوا بالفم نتاعهم انه هذه اللي راه تهدر مخزنيه، انه اللي طلعوا معاه المازدا 106 انهم مغربيات مهم جزائريات، ويقولوا باللي رانا احنا في الامارات. شفتوا كيف الخدعه حابين يدوكم؟ شفتوا وين كانوا حابين يدوكم؟ صحيتوا. زيد شوف معايا، ما تنساش لايك اخويا. هذا الفيديو اقسم بالله غير تعبت عليه. حط لايك وحط اشتراك وما تخليهش يطير، ما تخليهش يطير، رحمه على امك. ابو بكر. ولكن باش تقولي باللي راه هذيك جوهره مغربيه طلعت عند امير ديزيد وقالت انا كنمارس الدعاره، راكي وليتي كتضربي في بنت. يا ودي انت اللي كتضربي فيها دابا حاليا. دابا انا كنت نعرف هذوك اللي طلعوا عند امير ديزيد مغربيات وكينسحلوا ديك الشخصيه ما نقولهاش. دابا انت وليتي كتقولي باللي على من جوهره مغربيه ما عندهاش جنسيه مغربيه. جزائريات مغربيات. لا دابا جوهره ماشي مغربيه، ما عندهاش جنسيه مغربيه. ها وتفضحوا بعضاكم. جنسيه مغربيه عندها وزايده في وجدها. وزيد شوف معايا الفيديو. المهم علاش هي لا ترى العدو ما نشروش وصفنا قدام العدو. هذيك السيده راني انا كيكون راني لا انت راه تكون متزوجه، يكون عندها 17 عام، تكون عندها 30 عام، تكون عندها هذيك تمشي تطلع ديزل تحرطت في اللايف ديال هذاك الشيء لا يهم. احبس كيما راك. واش قال لكم هذا؟ قال لكم خصوصياتنا ما ننشرهاش قدام العدو. لا ترى العدو ما نشروش وصفنا قدام العدو. هذيك السيده راني انا هذا الفيديو مازال ما خلاص، راه ما بقات الاخر. بالك نوريكم الخطه تاع الاخر المازدا والاخرى اللي هضرت معاه في الاول. المهم انشروا له هذا الفيديو خاوتي، بارطاجوه لي في الفيسبوك ثاني ما تنساوش. مازدا تقدر تحكي لنا على هذه وشكون هذه وشكون؟ مازدا اذا كانك صح انسان قناص وتعرف روحك ورجله وانت والرعوه اللي يتبعوا فيك، احكي لنا على هذه، سينو زيد نطرطق القضيه نتاعها ونطرطق الشبكه اللي طاحت كاع معاك وانت جريتهم للعبه القذره ولاو كاع يخدموا معاك، او الابتزاز او تسريب صوالحهم. راك فاهم؟ قلبتهم كاع الكلاب معاك. زيدوا تبعوا معايا، شوفوا المازدا كيفاش يطيح في الناس باش يجندهم باش يخدموا المشروع نتاع المخزن. شوف معايا. حراج في اجي خو. الله يبارك. شنو اسمعني اقرا على الحراج عندك؟ ما فهمتش تسكن تما ولا
واحد يقول لك تروح تم واحد يقول ما فهمتش. نسكن تم ضرب مالي تم. الله يبارك. يبارك فيك. علاش سمعت الحراج انا ما فهمت والو. ضرب مالي تم. سمعتوا شوف كيف راه يقيد فيه، شوفوا شوف كيف راه يقيد فيه. ضرب مالك تما وين؟ واش مكان؟ طرواكاز. الله يبارك. يبارك فيك. وانت وين في فرنسا؟ في القليعة تاع فرنسا. الله يبارك. ربي يخليك. وين اخويا بوغوس؟ لا قلت لي تما ماليتس تما ريفكا ماليتس في الحراج ثاني. شفتوا الهضره الحنينه تاعو باش يصيد هذو الجماعه. واش يولوا طعم عند المازدا. الوقت اللي يحب يحركهم ضد الجزائر يتحركوا هذو ضد الجزائر. اذا ما تحركوش ضد الجزائر راح مضطر المازدا انه يسرب تسريباتهم الصوتيه والفيديوهات ومنها يورطهم مع الدوله. هذه هي، يا تخدم معايا يندزك ما عندوش الرحمه في قلبه. المهم مازدا انا الفيديو هذا تعبت فيه، خدمته لك خدمه بروفيسيونال، واتحداك انتيا والزبانيه نتاعك تردوا على هذا الفيديو. تحياتي لكم جميعا، ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكل جزائريه شريفه والله ينعل بوك المازدا الكلب. والصور نتاع خواتاتك والصور نتاع يماك راهم عندي هذه المره زائد 50 سنه، وحذاري تغلط معايا، راني نقول لك حذاري.